يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان بتتابعونا على شاشة النيل للرياضة. ميعادنا اليومي المتجدد وصباح الرياضة، مجموعة كبيرة من الأخبار والتفاصيل والكواليس والتطورات على الساحة الرياضية محليا وعالميا. إن شاء الله تكون معانا النهاردة على مدار فقراتنا المختلفة. طبعا فقرة الأخبار المتنوعة هكون فيها مع حضراتكم بعد قليل. هنتكلم على كل الأخبار اللي موجودة على كل الصفحات والمواقع الرياضية المختلفة. أما فقراتنا الحوارية النهاردة بإذن الله تكون متميزة بتميز ضيوفنا الكرام اللي هينورونا ويشرفونا. وكالعادة الساحرة المستديرة كرة القدم بيكون ليها دايما فقرة خاصة في صباح الرياضة، خاصة إن احنا عندنا مجموعة كبيرة من الأحداث في كرة القدم المصرية سواء محليا أو أفريقيا. الأندية المصرية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية على موعد مع انطلاق الجولة الخامسة في دور المجموعات سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية. النادي الأهلي بتطير بعثته النهاردة إلى الكوت ديفوار لملاقاة استاد أبيجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دوري الأبطال. كمان بيراميدز مع سجرادا سبرانزا الأنجولي، الزمالك مع بلاك بولز الموزمبيقي، وكمان النادي المصري في نيجيريا لملاقاة أنيمبا النيجيري. تفاصيل كتيرة جدا هتكون معانا النهاردة. طبعا كمان في دور ال 32 من مسابقة كأس مصر تفاصيل كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة مع نجم فقرة كرة القدم، هو واحد من نجوم جيل ذهبي رائع في المقاولون العرب والمنتخب المصري، كابتن جمال سالم. ان شاء الله يكون معانا النهارده ونفتح معاه كل الموضوعات فيما يخص الساحرة المستديرة كرة القدم. لكن كمان عندنا حدث مهم جدا احنا في انتظار انطلاقه، وكالعادة طبعا نجوم كرة اليد المصرية هم يعني مصنفين عالميا، ودايما كل الانظار بتتجه اليهم في انطلاق كل بطولة سواء قارية او عالمية. خاصة احنا بننتظر انطلاق بطولة العالم في هذا الشهر. هيكون معانا الكابتن عادل عبد الجواد لاعب الاهلي لكرة اليد السابق والمشرف على التطوير المهاري لقطاع الناشئات بالنادي الأهلي. هنتكلم معاه طبعا مع كابتن عادل على منتخب مصر والمجموعة والبطولة الودية اللي بنشارك فيها حاليا، المدير الفني الجديد، الاتحاد المصري الجديد في كرة اليد المصرية. كل التفاصيل دي إن شاء الله هتكون معانا في فقرة خاصة عن كرة اليد. مشاهدينا دي فقراتنا، لكن كالعادة بنحب قوي نبدأ فقرة صباح الرياضة أو فقرة أخبارنا بأهم المباريات اللي احنا بنرشحها لمتابعة حضراتكم على مدار اليوم من خلال الأجندة الرياضية. وترجعوا لي على طول نبدأ صباح الرياضة وفقرات متنوعة. خليكم معنا. اهلا وسهلا بكل المشاهدين معانا مره ثانيه. تعالوا نبدا باخبار النادي الاهلي والجوله الخامسه في دوري الابطال اللي هتكون هناك في الكوت ديفوار مع استاد ابيجان. طبعا جمهور النادي الاهلي كالعاده لا يقبل الا بالفوز، ودايما في حاله ضغط على الفرقه بشكل كبير جدا، حتى لو انه المشهد اللي موجود حاليا في دوري الابطال بالنسبه للنادي الاهلي البعض من الجماهير بيتفائل بيه، لانه دايما بتتعقد حسابات المجموعه، ودايما النادي الاهلي حتى بيصعد في الجوله الاخيره. الكل بيقول لازم النادي الاهلي بتاريخه الطويل يصعد كاول من اي مجموعه بيدخل فيها، لكن حتى لما بيصعد كتاني او بتتعقد الحسابات بيسير بعيدا وبيحرز البطوله. فباذن الله هو حتى الان النادي الاهلي في المركز الثاني، عنده مباراه استاد أبيجان، والمباراة الأخيرة هتكون هنا على أرض النادي الأهلي. تعالوا كده نشوف كل الأخبار والتفاصيل من كواليس التدريب الأخير اللي كان بالأمس على استاد التتش في الجزيرة قبل يعني انطلاق البعثة النهاردة للمباراة اللي هتكون يوم السبت المقبل بإذن الله. مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي أعلن عن القائمة المتوجهة إلى الكوت ديفوار لملاقاة استاد أبيجان. في تفاصيل وفي عودة وفي غياب وفي أمور كتيرة جدا هنتكلم عنها. هقول لكم بس القائمة في الأول: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، وسام أبو علي، مروان عطية، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، كريم نيدفيد، إمام عاشور، عمر الساعي،
مصطفى ابو الخير، محمد هاني، سمير محمد، كريم الدبيس، واحمد نبيل كوكا. طبعا حتى الان 7 نقاط. المركز اللي طبعا الثاني النادي الاهلي عنده 7 نقاط. بيحتل اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي المركز الاول 8 نقاط، وشباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط. والحسابات تعقدت انه طبعا النادي الاهلي هنا فاز 6-1 على شباب بلوزداد، وراح هناك خسر طبعا للاسف الشديد بنتيجه 0-1. اورلاندو الجنوب افريقي هو اللي هيكون ضيف النادي الاهلي باذن الله في الجوله الاخيره. التدريبات كانت بالامس، استمر علي معلول ومحمد هاني المشاركه في التدريبات الجماعيه، لكن زي ما ذكرت لحضراتكم دخل محمد هاني القايمه، لكن لسه علي معلول لم يدخلها حتى الان. يحيى عطية الله طبعا بعد الإصابة في الوجه للأسف الشديد بيخضع لعملية جراحية وهيغيب لفترة طويلة. في تفاصيل كتيرة جدا طبعا بتخص الميركاتو الشتوي الحالي. اللاعب الوحيد اللي رسميا حتى الآن خلاص خرج من الحسابات واعتقد هو موجود في قطر حاليا للانضمام لقطر القطري هو الجنوب افريقي بيرسي تاو. رضا سليم طبعا اصابته هتخليه يغيب فتره طويله عن يعني الملاعب وعن القائمه، فخرج من القائمه الخاصه بالنادي الاهلي. فده معناه انه في مكانين يعني ممكن يكون في 2 من اللاعبين المحترفين الاجانب. الكواليس والاشاعات كتيره جدا، لانه التصريح اللي ادلى بيه مارسيل كولر في المباراه الاخيره اللي كانت امام سموحه وفاز النادي الاهلي، لما اتسال عن الصفقات وايه اللي بيحصل في الكواليس رد يعني الحقيقه هو ده اللي اثار كتير جدا من الشائعات والجدل، انه ما يعرفش اي حاجه وانه ما فيش تواصل بشكل مباشر في الصفقات. طبعا لفتره طويله جدا الكل معتاد انه مارسيل كولر هو الامر الناهي، هو صاحب القرار في قائمه النادي الاهلي وفي اللاعبين سواء الراحلين او المنضمين. لكن بعد تراجع النتائج، ومش بس النتائج، يمكن تراجع كمان الاداء والغيابات الكتيره جدا، وان الكل بيقول انه النادي الاهلي محتاج تدعيمات في اكتر من مركز. إدارة النادي الأهلي سواء طبعا مجلس الإدارة اللي مفوض الكابتن محمود الخطيب، لجنة التخطيط بالعناصر الجديدة اللي انضمت ليها، كابتن محمد رمضان المدير الرياضي، يبدو انه في يعني شكل جديد من العلاقة، في خطوات يعني كبيرة جدا لضم لاعبين. هل هيوافق مارسيل كولر على الأسماء اللي بتطرحها الإدارة؟ هل في تواصل؟ هل هيرفض؟ هل ده إشارة كده أو علامة انه ممكن تكون ايامه معدوده في الاهلي؟ الشائعات كتيره جدا، لكن ما فيش اي قرار بشكل رسمي او اي امور بشكل رسمي، لكن هي تصريحاته اللي بتخرج لوسائل الاعلام بتبقى يعني الى حد ما مثيره للجدل. حتى انه في مباراه من المباريات لما اتكلم على بيرسي تاو قال بيرسي تاو اساسي معايا في خططي القريبه. بيرسي تاو خرج خلاص رسميا من القايمه ومن الحسابات. هل القادمين لقائمه النادي الاهلي من المحترفين بقرار من كولر ولا من اداره النادي الاهلي فنيا، ولا ايه الكواليس اللي هتحصل؟ على العموم طبعا كل ده هنشوفه في الفتره المقبله. طبعا النادي الاهلي بتتبقى ليه جولتين باذن الله، وبأي شكل من الأشكال سواء أول سواء تاني بإذن الله النادي الأهلي يتأهل لدور الدور القادم من دور المجموعات. الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد. تعالوا نشوف كده البيان اللي أصدره النادي الأهلي بالأمس، أو مش بيان، هو خطاب موجه لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اللي كانت قالت انه لن يسمح بقيد اي لاعب الا بعد سداد النادي للمديونيات المستحقه. ارسل النادي الاهلي خطابا لاتحاد الكره يطالب بتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 25 ديسمبر اللي بيمنع قيد اي لاعب في فتره القيد الحاليه الا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدما وايضا سداد الديون. نروح من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك اللي بيستضيف
بلاك بولز الموزمبيقي. يعني مباراة إلى حد كبير جدا إن شاء الله سهلة لنادي الزمالك يحصل على النقاط الثلاثة، يبقى متصدرا لمجموعته. النادي المصري كمان في رحلة صعبة إلى حد ما مع أنيمبا النيجيري، ولكن إن شاء الله الحسم يكون للفريقين المصريين المشاركين في الكونفدرالية الأفريقية. الشركة المسؤولة عن التذاكر طرحت مباريات الدوري المصري والبطولات الأفريقية خاصة بنادي الزمالك في الفترة المقبلة. هيلعب نادي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأحد 12 يناير على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من الكونفدرالية. الزمالك في الصدارة عنده 8 نقاط، المصري في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بلاك بولز الثالث 4 نقاط، أنيمبا 4 نقاط. على فكرة المجموعة بالترتيب ده فيها ريسك، يعني مش عايزين برضو الفرقتين سواء الزمالك أو المصري يكون في تهاون في المباراتين القادمتين، لأنه ممكن تتعقد الحسابات، لأنه الفرق مش كبير. صحيح الزمالك هو اللي فارق بشكل كبير، وإن شاء الله يقدر يحسم التأهل سواء أول بإذن الله أو تاني، لكن النادي المصري اللي عنده 5 نقاط الفرق بينه وبين الثالث والرابع مش بعيد، لأن هم عندهم 4 نقاط. على فكرة كمان نادي الزمالك عنده مباراة مهمة النهاردة الساعة 2:30 النهاردة الخميس مع أبي قير للأسمدة في دور ال 32 من كأس مصر. السويسري كريستيان جروس بيسعى لمنح الفرصة للثلاثي محمد صبحي حارس المرمى، محمد عاطف، حمزة المسلوسي للمشاركة كعناصر أساسية في قائمة الفريق. طبعا تبدو المباراة حسابات كده على الورق سهلة إن شاء الله بالنسبة لنادي الزمالك، مع كل طبعا احترامنا وكل التوفيق لفريق أبي قير للأسمدة، لكن مغامرات كأس مصر واردة دايما. البطولة اللي هي بمباراة انت هتصعد لدور قادم، فالتغييرات هو طبعا محق فيها جدا، لانه هي مرحلة مهمة. الزمالك في فترة ميركاتو، هل يعني محتاج لكل لاعب، هل هيستطيع ضم لاعبين جدد، الامور المادية بتسير ازاي داخل القلعة البيضاء، فهو عنده يعني أهمية كبيرة جدا للاستفادة من كل عنصر بشكل كبير. هو طبعا عشان عنده المباراة اللي جاية أمام بلاك بولز أفريقية، ممكن يكون عنده مبرر لإراحة بعض العناصر الأساسية والاعتماد على بعض العناصر اللي هي برضو أساسية ومهمة لكن بعيدة عن الحسابات. الحقيقة يعني ملف مثير للجدل دايما، مسلسل كده مستمر، كل يوم لازم نسمع شائعات ونسمع جدل ونسمع خلافات، وللأسف الشديد المشكلة هي الشفافية في الناحية دي تحديدا. في 3 أطراف في مسألة التجديد لأحمد سيد زيزو، طبعا واحد من نجوم كرة القدم المصرية، العناصر الأساسية مش بس في نادي الزمالك، في المنتخب المصري، ولكن ملف تجديده لنادي الزمالك أصبح مسلسل مستمر من الشائعات. زيزو ووكيل أعماله اللي هو والده من طرف، نادي الزمالك اللي هو طبعا القلعة الكبيرة جدا اللي هو أكيد مش هيقف على أي لاعب، وفي النص موجود يعني جماهير نادي الزمالك اللي بالملايين اللي منتظرة هذا القرار. اللي بيحصل طبعا كل طرف من الطرفين على الجانبين بيلقي الكرة في ملعب الطرف الآخر. زيزو عنده مبلغ مادي كبير جدا ويبدو مبالغ فيه للتجديد، حقه طبعا لأنه ممكن يكون عنده عروض خارجية. نادي الزمالك المفترض ان هو بيقف على مسافة واحدة من كل اللاعبين، عنده اكتر من 7 لعيبة عندهم تجديد في الفترة المقبلة. هيحصل ايه؟ الحقيقة فين بقى؟ مين اللي قادر يبين الحقيقة؟ لانه الجمهور يعني منتظر انه اي طرف من الطرفين يعمل مؤتمر صحفي يعلن اللي هيحصل ايه، ولكن مازال الامر غامض بشكل كبير. الزمالك بيؤجل الإعلان عن تجديد التعاقد مع زيزو. بعثة بيراميدز بتصل إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا سبرانزا الأنجولي زي ما قلت لحضراتكم يوم السبت المقبل بإذن الله. بيراميدز كان عنده يعني مباراة جيدة جدا مع الترجي التونسي واستطاع تحقيق نتيجة طيبة. النادي المصري بيواجه أنيمبا النيجيري، كابتن علي ماهر المدير الفني بيعلن عن عودة دغموم وغياب العراقي في مباراتهم يوم الأحد المقبل أمام أنيمبا النيجيري.
الاتحاد السكندري بعد إقالة بابا فاسيلي وعودة ابن النادي بقى الكابتن طلعت يوسف، بيحيل ملف الصفقات للكابتن طلعت يوسف في الميركاتو الحالي. جهاز الكرة في طلائع الجيش بيخطر باسم مرسي وموسى دياوارو بفسخ التعاقد لرحيلهم في فترة الانتقالات الشتوية. كابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب يستعد لمعسكر يناير تحت قيادة طبعا الجهاز الفني الجديد. كرة اليد طبعا هنتكلم عنها بالتفاصيل في فقرة كرة اليد، لكن في خسارة أمام النرويج في بطولة إسبانيا الدولية استعدادا لبطولة العالم، وكل التفاصيل إن شاء الله هتكون معانا. عالميا توتنهام هوتسبير بيفوز على ليفربول بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، لكن لسه في عودة، وزي ما قلت لحضراتكم دايما بطولات الكأس فيها المفاجآت، وبرشلونة بيطيح بأتلتيكو بلباو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني. مشاهدينا خليكم معانا، استمروا في المتابعة، لسه فقراتنا بإذن الله مستمرة سواء في كرة القدم أو في كرة اليد. تروحوش في أي حتة، فاصل قصير جدا ونرجع نكمل صباح الرياضة، خليكم معانا.